السلام عليكم الدراري. مرحبا بكم معنا في واحد القصة اللي جديدة ومتنوعة على القصص الآخرين. هاد القصة هادي نتاع واحد الشخص اللي حكاها لي، وأنا نحكيها لكم بحال اللي أنا اللي وقعت لي. أنا واحد الشخص اللي ساكن في مدينة فاس، وعايش واحد العيشة اللي عادية وحياتي عادية. كنخدم بالنهار وفي الليل كنسمع القصص ديال الرعب، كنصور فيديوهات، حتى لواحد الليلة هو يتبدل كلشي. كانت تقريبا 2 ولا 3 ديال الليل، كنت في الفراش ديالي والتليفون ديالي حدا راسي. فجأة هو يجي واحد الميساج، الرقم غريب عمرني ما شفتو، ما فيه حتى شي بروفيل ولا شي تصوير. رسالة مكتوب فيها فايق. ضحكت وقلت عطيه شي واحد من صحابي مطلع عليا الطوبية في هاد الليل. جلست كنتفرج وشوية ويجي الميساج التاني، مكتوب في داك الميساج عارفك مازال ما نعسيتش. هاديك الساعة جنابي بردو عليا وحسيت بالتبوريج، حيت بصح كنت مازال واعي. كتبت شكون، دازت دقيقة وجاني جاوب شوف وراه. تجمدت وشوية دورت راسي للور، ما كنلقى والو غير الحال. رجعت نضحك على راسي وقلت هذا غير شي واحد مريض ما عنده ما يدار في الليل هذا. قال اجي نطلع على هاد السيد هذا. دورت وجهي وجلست كنتفرج ونسيت داك الامر اللي وقع. قلت هذا شي واحد من صحابي مطلع عليا الطوبية في هاد الليل هذا. ولكن دازت واحد نص ساعة ويوصلني واحد الفوكال من نفس النمرة، ما عرفتش علاش، ولكن تشجعت وبركت على داك الميساج. كان فيه غير نص دقيقة وقريبة بزاف، ومن بعد الصوت ضعيف وقال انا حداه. رميت التليفون وقلبي بدا كيضرب من الجهد. شديت راسي وقلت غير الوسواس هذا 100% غير الوسواس. رجعت خديت التليفون وكانت التصويرة وصلت من نفس النمرة. منين حليتها الدم حبس لي في عروقي. كانت التصويرة ديالي وانا نايم في الفراش، والتصويرة مصورة من الفوق، يعني كان شي واحد كان واقف حدا راسي. قفزت من بلاصتي وضويت الضو وما كان حتى حد، ولكن البلاكار ديالي كان محلول. وانا متاكد قبل ما نعس سديت داك الباب نتاع داك البلاكار، مشيت نسدو ويدي كترجف. منين قربت سمعت صوت من الداخل. تاخرت بزاف، رجعت بصدمه، وفي ديك اللحظه التليفون ديالي بدا كيتهز والمساجات كيوصلوا بزاف. الرساله جديده، علاش ضويت؟ كنت باغي نبقى حداه. اقسم بالله خرجت كنجري من البيت وما رجعتش ليه حتى طلعت الشمس. ولكن الرعب الحقيقي ما كانش هنايا. الصباح ملي فتحت التليفون الرقم اختفى، ما بقى حتى اثار، ولكن في البلاصه ديال التصاور بقات التصويره وحده جديده. التصويره ديالي وانا كنشوف في الكاميرا، ولكن المشكل انا ما تصورتهاش. والخطر اللي في التصويره ما كنتش كنبتسم، كنت كنشوف بشي نظره ماشي ديالي. انا من داك النهار حياتي تبدلات، ما بقيتش تنعس بوحدي، ديما كنحط الضو شاعل والتليفون وليت كنخاف نشد. ولكن الفضول قتلني، رجعت شفت التصويره مرة أخرى، دققت فيها مزيان ولاحظت الحاجه غريبه. في العين ديالي كان باين انعكاس ماشي الغرف ماشي الضو، كان باين شي وجه وراي، وجه طويل وغامض ليه كبار بشكل مرعب. سديت التليفون قلبي طلع وهبط. ولكن في ديك اللحظة هادي سمعت نفس الصوت، ماشي من التليفون ولكن راه من موراي. دابا شفتي، حلفت براسي ما ندور، ما قدرتش ندور، ولكن الصوت قرب كتر. دور وبشوية دورت راسي، ما لقيت حتى شي حاجة، غرفة خاوية، ولكن المراية كانت مقابلة. ملي شفتها تمنيت لو ما شفتش في داك البلاصة ولا في داك المراية. كنت انا واقف ولكن ما كنتش كنتحرك، يعني انا قدام المراية والانعكاس ديالي واقف بوحدو. ومن بعد الانعكاس ديالي ابتسم ديك الابتسامة المعوجة ماشي ديالي، وتحرك بوحدو وقرب للزاجة المراية وحط يدو عليها من الداخل. والصوت خاف تقال باقي غير شوية وغادي نخرج. تراجعت وطحت في الارض، كنت كنعيط وكنبكي. ضربت المراية بالكرسي وترسات، قلت سلام سالينا. ولكن هنا كانت غلطة كبيرة، وتا لهنا تسالي هاد القصة هادي ديالك. عجبتكم القصة راه كاين الجزء الثاني ديالها، لا بغيتوني نديرها خليوها لي في كومونطيرات، وغدا ان شاء الله مول المغرب نتشوفوا في قصة جديدة.